جايز، أنا حنان رجعت لكم اليوم بفيديو جديد. اليوم زي ما قريتوا في العنوان حبيت إني أسوي لكم روتيني المسائي. طبعا كإنسانة عاطلة طول الوقت قاعدة في البيت، قلت أكيد إنه في ناس عاطلين زيي برضو، فإن شاء الله إنه هذا الفيديو يفيدهم. حأبدأ أصور لكم كل شيء أسويه خلال يومي تقريبا، يعني من الحين الساعة الحين تقريبا 3:30 العصر. فحبدأ أصور لكم كل حاجة ومشاهدة ممتعة. لا تنسوا تحطوا لايك، تشتركوا في القناة، تابعوني على حسابي في الإنستا، ويلا نبدأ. Tell me, can you take my breath away? Cruising down the heart-shaped highway, got you swerving lane to lane. Don't hit the brakes, cause I'm feeling so safe. I'll be your baby on a Sunday. Oh, why don't we get out of town? Call me your baby on the same wave. Oh, no, no, there's no slowing down. You and Addy, riding Harleys in Hawaii, Addy, I'm on the back of more than tight, Addy, want you to take me for a ride, ride. إلى وأنا قاعدة أرتب جتني لحظة إدراك إن خلاص دخلنا سنة 2024. انتم متخيلين كيف الأيام مرت بسرعة مو طبيعية؟ حرفيا ماني مستوعبة الحين سنة 2023 خلاص خلصت. وكمان في نفس الوقت دفاتري الفرق، شوفوا كيف في الارت جورنال هذا معي من 3 سنين وهذا من بداية 2023. فيعني هو صح انه هذا احس اوراقه اكثر، واللي يعني مستحيل الفرق هذا، بس شو اسمه. وفي عدة اسباب انه هذا قاعد معي 3 سنين، خليني اقول لكم اياها على السريع. اول شيء 2020 كان بداياتي مع الارت جورنال وكذا، وما عندي افكار كثير، فغالبا كنت اسوي صفحة صفحتين في الشهر، فبرضو نهاية السنة الدفتر ما كان مخلص. سنة 2021 تقريبا 6 شهور كاملين ما في لا شغف ولا طاقة ولا أفكار، فكنت ساحبة على الدفتر تماما، فخلصت السنة وبرضو أنا مخلص الدفتر. سنة 2022 خلاص جتني الطاقة والشغف وكل حاجة، حتى طورت من نفسي، فالصفحات الأخيرة أبدعت فيها، إنه مرة أحب الصفحات الأخيرة في هذا الجورنال. فوقتها خلصته واخذت هذا الدفتر في بداية 2023. اللي تابعوني في الانستغرام يفتكروا اكيد لاني كنت مصورتهم. المهم اخذت هذا وقلت انه هذا صفحاته كانها اقل من ده، فغالبا قبل ما تخلص 2023 حكون مخلصته. بس زي ما شايفين باقي اقل من ربع الدفتر ونحن ما خلص، واحنا خلاص دخلنا 2024. فاحس حيقعد معي يعني شهر فبراير، ويمكن بعدها حاشتري دفتر جديد ان شاء الله، ونبدأ بالارت جورنال الثالث. اوكي جايز، الحين وقت عنايتي بالبشرة قبل النوم. طبعا كل اللي قبل انام اغسل وجهي بس بموية وارطبه، واذا في حبوب على وجهي استخدم كريم للحبوب. بالنسبة لغسول الوجه، الماسكات، المقشرات، هذه الاشياء المفروض انه ما نسويها يوميا، لانه كل شيء اذا زاد عن حده يقلب ضدكم. حتى غسول الوجه المفروض ما نستخدمه يوميا لانه حيعدي بالبشرة. بالنسبة لكريم الحبوب قلت لكم في واحدة من الفيديوهات اللي راحت اني استخدم كريم الاكراتين، هذاك مرتين بس في الاسبوع، وانا امس الليل استخدمته. ففي الايام اللي ما استخدم فيها كريم الاكراتين استخدم هذا الكريم برضو حق الحبوب، بس هذا ما يفرق سواء حطيتوه في النهار ولا في الليل، وكمان تقدروا تحطوه منه يوميا. Tell me, can you take my breath away? Cruising down the heart-shaped highway, got you swerving lane to lane. Don't hit the brakes, cause I'm feeling so safe. I'll be your baby on a Sunday. Oh, why don't we get out of town? Call me your baby on the same wave. Oh, no, no, there's no slowing down. You and Addy, riding Harleys in Hawaii, Addy, I'm on the back of more than tight, Addy, want you to take me.